ميدو، احمد حسام ميدو او العالمي كابتن احمد حسام ميدو. مره واحده كده لقينا اخبار كابتن احمد حسام ميدو يرجع للملاعب. اه والله بصوا، يعني انا واحد من الناس كنت فاكر ان الموضوع يعني دعابه، بس حلو الاراده على فكره. انا بحب كده جدا على فكره، ايا كان بقى هو عايز يرجع عايز يلعب، حتى لدرجه ان في كلام ان هو جايله من نادي القناه وفي عرض رسمي اتبعت له. معرفش هل فعلا هو مستعد، وارد ممكن يكون عايز يرجع ويثبت وجوده. إن هو يرجع وانا ارجع. والله والله بيشجعني ان انا ارجع انا كمان. ليه بقى؟ بصراحه يا جماعه، اكلمكم بالامانه، يعني الحاله اللي موجوده بتخلي الواحد ان يرجع، لان فعلا بصراحه مع احترامي يعني الجيل بتاعنا شايف الكواليتي اللي موجود. يعني مفيش مثلا احسن من ميدو في مصر، مفيش احسن من ابو تريكه في مصر، مفيش احسن مثلا من احمد حسن في مصر، مفيش احسن من حسام حسن في مصر. هو ده بيشجعنا والله. انا بفكر انا كمان ليه لا. يعني ميدو بيقول لك ان انا بقى احسن مهاجم، انا بقول له كمان والله هرجع. الناس بيضحكوا ورايا، مش بضحك والله. بتكلم بجد والله. انا والله لو رجعت. ميدو قال انا بقاله سنه. طب انا اقول لك على حاجه ميدو، أنا الحمد لله والله انا ممكن اقوم انا بعد 15 يوم، وبيني وبينكم الملعب والله. وانا بيني وميدو بصراحه حلو. انا لو ميدو والله لو جالك يا ميدو يلا. والله بتكلم بجد لو جه كمل. على فكره لو الاراده عندك ان انت عايز تبقى موجود في الملعب دي حاجه كويسه جدا. وانا بقول لك اهو هتلاقيني على طول في ظهرك، وكمان نلعب قصاد بعض تبقى بص. نشوف بقى مين الاقوى. انت مهاجم، انت طبعا مهاجم كبير جدا يعني. والله العظيم فعلا لو ميدو رجع ياخد احسن مهاجم في مصر. والحمد لله والله. انا بقول والله في خلال شهر ولا شهرين ارجع والله، وارجع منتخب كمان، وكابتن حسام يبص لنا يعني. بس وارجع كابتن فرق. بس لا استنى، كابتن فرقه لا مش هينفع عشان محمد صلاح هيزعل. طالما كابتنه يبقى محمد صلاح مش هيخلاني اعتبها. مش ع... حبيبي ابو صلاح. يا جماعه والله بصوا، يعني والله ميدو انا بتكلم بجد. انا بايد ميدو في فكره ان هو لو عايز يرجع يلعب والله يرجع. وارد على فكره ممكن يكون عنده الاحساس وعايز يبقى موجود. والله انا بقول له هو والله خلانا شجعني. مع احترامي طبعا هتلاقي مثلا لعيبه من الجيل بتاعنا موجودين، بس طبعا فرق السن وفرق الجسم. انا الحمد لله زي ما انا محافظ على نفسي ومحافظ على جسمي، وزي ما انا الحمد لله زي ما كنت بلعب يعني. يعني ميدو بيقول بقاله سنه اهو. والله بقول لكم يا جماعه والله في خلال شهر انزل الملعب. وحلوه المنافسه وجميله جدا والله. ميدو طبعا آه، عجبني جدا ميدو في الفترة الأخيرة لما بيتكلم كورة أو بيتعامل في الحتة الفنية بيبقى حاجة روعة. يعني حاجة بتبقى روعة. وحتى الفيديوهات اللي أنا بشوفها ليه سواء بيلعب رياضة أو في الجيم أو أيا كان، أنا بحب الشخصيات اللي دايما بتشتغل على نفسها. بحترم جدا. يعني في ناس ممكن على فكرة مع احترامي بتهمل في نفسها ما بتهتمش، ودي حاجة مش حلوة. يعني انت ممكن نفسيا بتبقى متضايق نفسيا ان انت ابتعدت سواء عن شغلك. مش بتكلم عن المجال الرياضي بس، انا بتكلم في العموم. في ناس كتيرة جدا ممكن يبقى شغال بعد الشهر مثلا يحصل موقف يبعد عن شغله بسبب الظروف المعينة اللي بتحصل، وبسبب الاجواء اللي موجودة ممكن بيسيب شغله. على ما بيجي يروح يشوف شغل تاني بيقعد فترة. بس في ناس تقول لك لا، طول ما انا نفسيا كويس ممكن بتأثر عليك نفسيا شوية، بس انا عندي الإرادة دي يا جماعة بتفرق بنسبة 80% في حياتك انت. سواء تعاملك مع اسرتك، تعاملك مع اصحابك، تعاملك حتى في شغلك. ثق تماما طول ما انت بتجتهد وبتتعب ربنا هيكرمك. مفيش حد هيجتهد ويتعب غير لما ربنا هيوفقه. حتى لو مهما كانت الظروف ضدك، مهما كانت الامور ضدك. عشان كده بتكلم على الحالة بخصوص ميدو. وارد على فكرة ليه لا ما نشجعه. ايه المشكلة؟ هو معلش مين افضل من ميدو والله في مصر؟ مع احترامي يعني في المهاجمين، ما احنا بقالنا سنين مش لاقيين مهاجمين. مين افضل يعني من ميدو في مصر؟ والله بتكلم بجد. والله ميدو لو رجع لا فعلا يبقى ممكن لو ركز ممكن والله ياخد هداف الدوري والله. والله انا بقول لكم والله لو رجعت هاخد افضل مدافع في مصر وفي افريقيا كمان. مش بهزر، ده حقيقه والله. لان هي الكره هنا في الدماغ، الكره
بتركيزك بشغلك، انت عايز تبقى ايه، بتركز عايز. وخصوصا كمان احنا بنحب الكوره. في ناس بتحب الكوره للكوره، مش بتحب الكوره كمهنه. وفي مع احترامي دلوقتي معظم اللعيبه اللي في الكوره المصريه في الدوري المصري هو واخد بالنسبه له الكوره دي كمهنه. انا موجود في النادي، انا قاعد بقبض، بيخش لي المرتب بتاعي، اديني قاعد ما بعملش حاجه وبلعب كوره اللي بحبها، العب بقى ما العبش مش فارقه. ده كان بالنسبه كلام ميدو، بالتوفيق لميدو، لان ميدو انا بحبه كده يعني على المستوى الشخصي كاخ وصديق. ممكن الناس بتختلف معاه، بس في الاول والاخر هو على المستوى الشخصي من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات العفويه. سيبكوا بقى ان هو منتمي لنادي الزمالك، بس انا بحب الشخصيات العفويه كده اللي بتتكلم بطبيعتها، مش متصنع. عشان كده بالتوفيق لميدو واتمنى له الخير دايما يعني.